السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نشارك معكم الطريقة ديال كيفاش أنك تعرف واش داروا لك المصادقة ولا لا. طريقة سهلة، أنك كتدخل الموقع ديال التوظيف، توظيف.mem.gov.ma. تدخل الصفحة الرئيسية عادي. هنا الاسم المستخدم كتكتب الرقم البطاقة الوطنية. كلمة المرور هي الكلمة التي تم إرسالها لك على حساب جيميل، وهي اللي في الأول عطاوك ذاك الكود، هو اللي غتكتب في كلمة المرور. ومن بعد غتكليكي على تسجيل الدخول. من بعد ما كتدخل الموقع كتمشي للخانة المتعلقة بمعلومات حول الطلب، وكتمشي تهبط حتى لتحت. كتهبط هنا البلاصة اللي عندك فيها وضعية الطلب. والبلاصة اللي فيها وضعية الطلب كيكون عندك، إلا كانوا داروا لك المصادقة كتكون عندك مصادق من طرف الأكاديمية، أو لا كيكون مصادق من طرف المديرية الإقليمية. يعني إما كان عندك من طرف الأكاديمية ولا المديرية الإقليمية، راه بحال بحال ما كاينش مشكل. وبالتالي هاد المصادقة كتعني بأنه راه وصلهم الطلب ديالك، وشافوا جميع الملفات، جميع المرفقات اللي رسلتي ليهم، وباللي المعلومات عندك كاملة صحاح. يعني هنا كتبقى غير كتسنى حتى الإعلان اللي غيعلنوا على النتائج ديال الانتقاء. وبالتوفيق للجميع.